السلام عليكم. غناخدو قرعه نقيه وغنزيدو لها كميه من الزعتر. ما كانش عندي وعوضته بالزعتره. زدت عليهم 80 غرام من الملحه، ويفضل تكون ملح طبيعي بدون اضافات. غنزيدو عليهم الماء غليان تقريبا 700 غرام من الماء. غنغطيوهم ونخليهم على جنب حتى يبرد تماما. من بعد غناخدو 500 غرام ديال الزبده، ويفضل تكون زبده غير مبستره لان الزبده العاديه معقمة وما فيهاش بكتيريا اللي كتسرع لينا عملية التخمر. الزبدة نخرجوها ليلة قبل من الثلاجة ونقطعوها، وغادي نزيدو عليها كمية من الماء المملح بالزعتر ونخلطو سواء بيدينا او بالطراب الكهربائي باش تسهل علينا المهمة. نطربو مزيان تقريبا 5 دقائق، وغادي نزولو هذاك الماء المملح ونديرو ماء مملح اخر جديد. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه، نديرو ماء مملح ونطربو 5 دقائق، نزولوه ونعاودو نديرو ماء مملح بالزعتر جديد تقريبا 3 المرات. وفي واحد المرحله تلاحظوا بان الماء المملح اللي ضفتو ممتزج تماما مع الزبده. هنا كنعرفوا بان الزبده تشربت مزيان الملح وصافي. هي الوصفه السمن ديالنا واجده، نقدروا نعمروه في القراعي. ولكن بما انني زربانه بالسمن ديالي باش نستعملو ان شاء الله في رمضان، غنضيف واحد المعلقه كبيره من السمن اللي قديم عندي. غادي نضيف هاد المعلقه ديال السمن القديم باش تسرع ليا عمليه التخمر ديال الزبده. غنطرب مزيان باش يمتزج مع هذيك الزبده. ومن بعد غادي نزيد واحد الاضافه اخرى اللي هي الزعفران الحر. كيعطي واحد المذاق رائع وكينقل السمن لواحد العالم تاني. كنخلطو مزيان، ومن بعد غادي نبدا نعمرو في القراعي ضروري يكونوا معقمين، وملي نعمروهم نحاولوا نضغطوا مزيان باش ما نخليوش الهواء وسط من الزبده. من بعد نقيو الجوانب او الفم ديال القرعه ونصبوا عليه شويه ديال الماء المملح بالزعتر ونغطيوه ونخليوه في مكان مظلم ودافئ لمده شهر وغيكون واجد. حاليا يلا صوبتو هادي اسبوع وما شاء الله ريحه السمن عاطيه وكتشم زوينه. هاد النقيطه الكحله اللي كتبان راه غير طريفه ديال الزعتر ماشي شي حشره، باش نكونوا فاهمين. السمن اللي كتصوبي على يديك ما كاينش بحالو، يعني اللي بغا توجدوا لرمضان راه باقي الوقت. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا ديال غدا.